السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل بقى الغدانا وانتم معانا، وتشاركونا ان شاء الله في الغدا يا رب، وايه بالهنا على قلبي وقلوبكم. النهاردة هنعمل الأكلة الجميلة دي ان شاء الله. بقى نصلي، نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بقى ايه. انا جهزت حاجتي اهوت، غسلت بقى الخضار والطماطم وتبلت الفرخة كويس جدا، غسلتها الأول. تمام. السلام عليكم ورحمة الله. هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بقى ايه. ده هنعمل بقى غدانا معاكم النهارده. كنت جايبه كوسه طماطم، جهزت الحاجه بتاعتي، نضفتها، غسلت الفراخ كويس جدا، ونقعتها طبعا في محلول ملح والليمون والخل، ده والليمون اساسا طبعا عن الخل، ونضفتها كويس جدا. هنبدا بقى ايه، نشوفوا بقى طريقه تيتا روكا. فعمل بقى الفراخ والكوسه بطريقه برضو جميله وسهله. والكوسه دلوقتي يا جماعه حلوه جدا ومغذيه، حلوه قوي لاطفالنا كمان. في المدارس لازم بيبقى فيه وجبات خضار على الاقل مرتين او 3 مرات في الايه، في الاسبوع. مش معجنات على طول، لازم شويه خضار، بسله، فاصوليا. اما يجي طبعا احنا داخلين على الشتاء، فان شاء الله فيه برضو سبانخ، الحديد، الحاجات دي كلها تقوي ولادنا. فانا النهارده ايه، هنعمل بقى معاكم ايه بطريقه تيتا روكا. كل واحد له طريقه طبعا في الطبيخ، وفي نفس حلو كده في الاكل بنعمله. وطبعا كلنا حلوين وشاطرين، بس كل واحد له طريقه في الايه، في الاكل بتاعه. ان شاء الله نخش بقى ونشوف تيتا روكا بتعمل الكوسه ازاي، والخضار والفراخ والكلام ده كله. هتقضوا معانا بقى ايه الغدا بتاعه النهارده. ان شاء الله. كده عملت الايه الفرخه زي ما قلت لكم، تبلتها ونضفتها جدا، مش تبلتها، غسلتها الاول ونضفتها، ونقعتها كده حوالي في المحلول ده لمده يمكن نص ساعه، ساعه زي ما انت حابه. كده بقى جهزت الفلفل والطماطم والبصل، كل حاجه جهزتها. على بقى ايه، كنت هضربها في الكبه او اخرطها. وبعد كده علقت بقى ايه، بدات بقى انضف الكوسه بتاعتي واجهزها. تمام. وكل حاجه كانت جاهزه على عمايل كده. كده حبايبي بقى هبدا ايه، اجهز بقى تتبيله الفرخه بتاعتي. شلت الكوسه ركنتها على جنب عبال ما ايه، ما اقشرها او ايه، اطلع القشر الخارجيه بتاعتها. وبدات بقى اجهز تتبيلاتي للايه، للفرخه. عملت ايه، خدت بصلايه وهحطها في الكبه مع فصين توم او 3 فصوص توم، بيدوا الشوربه نكهه حلوه قوي، مع طماطمايه. تمام. ودي التتبيله اللي هدعك بقى مع فلفل الاسود والملح، ده اللي هدعك بيه جسم الفرخه من جوه ومن بره، عشان يدينا نكهه حلوه قوي بالنسبه للشوربه بتاعتي اللي هتطعم الاكل بتاعي. تمام كده يا حبايبي. ومعايا برضو هنا الاخضر ده ايه، يعني مش فص كزبره، اللي هم عندهم كزبره مع الجزرايه. كل ده يبقى الجزر مع البصل مع الفلفل الاسود مع الملح، مع شويه البهارات بتاعتي اللي هم قدامكم ايه، فلفل اسود، ورق لورا، في اللي هي الايه، اللي انا طحنه الحبهان وبعض اللي هو اللي هو البهارات السبعه، عاملاهم ديل الفراخ، بتبلها وادعك بها الجسم بتاعها مع الفلفل الاسود اساسا والملح، ومع طماطمايه اهو يا حبايبي، مع فصين الثوم. هدعك بيهم جسم الفرخه كويس جدا من جوه ومن بره، وايه، وتسيبيها معاها يا حلاوته بقى كمان لما تسيبيها معاها 10 دقائق ربع ساعه. التتبيله دي بتبقى حلوه جدا، تعكي بقى جسم الفراخ كويس قوي قوي. تمام يا حبايبي. وبعد كده ايه، هنبدا بقى نحطها ايه في الحله اللي هسلق فيها. انا مش بسلق الفراخ او اللحمه، اول حاجه بعمل لهم صدمه. تمام يا حبايبي كده. اعمل صدمه الاول للفراخ، بتدي طعم الشوربه حلو قوي. كده خلاص انا دعكتها بالملح والفلفل وعودين الكزبره زي ما قلت لكم، وحطيت لهم في الحله، واسيبها بقى ايه صدمه كده خفيفه. تمام. وتقلبيها على على كل الايه الجوانب بتاعتها. وبعد كده نبقى ايه، عندي بقى ميه مغليه في الكاتل، وبعد كده ازقي بيهم الايه الفرخه بتاعتي، واسيبها بقى براحتها، ونعمل بقيه الايه خطوات الاكل. كده حبايبي انا ولعت عليها اهوت على الحله، وبالتتبيله اللي احنا عملناها مع بعض. وهتبدا بقى ايه، اسيب الفرخه تستوي ايه، ايه تعمل صدمه مع نفسها، اقلبها كل شويه مع البهارات اللي احنا حاطينها. تمام كده يا حبايبي. كده يا حبايبي بقى حطينا خلاص الماء المغليه من الكاتل، وسبناها بقى مع نفسها الفراخ، وبدات اعلق على رز زي ما انتم شايفين، وعملت رز ابيض عشان يناسب الاكله بتاعتنا، كوسه بالخضار بالملوخيه. فطبعا يناسبها بالنسبه لنا احنا الرز الابيض. في بقى اللي عايزه تعملي بشعريه، عايزه تعملي حبه وحبات، طبعا زي ما انت حابه. كده خلاص انا علقت على الرز، برضو معلقه ميه في الكاتل. واهم شيء تقليب الرز مع السمنه او مع الزيت اللي بتحطيه، عشان يديله لمعان وبيديله طعم حلو قوي. كده جهزت الحله التانيه بتاعتي اللي هعمل فيها الكوسه. حطيت معلقه سمنه، عايز تحطي زيت حطي. وبعد كده حطيت ايه بصلايه، وقلبتها تقلبتين كده، بس الشوحها خفيف، ما تحمرهاش قوي عشان ما يحماش على قلبك، طبعا البصل بيكون محمي. وبعد كده حطيت فصيل الثوم زي ما انتم شايفين. وبدات انا ايه، في ناس بتحط الصلصه على طول، انا بحبه بيدي طعم حلو قوي لما تحطي كوسه وتقلبيها مع الايه، مع البصله ومع التومه، بتدي طعم كمان ونكهه حلوه قوي للاكل. كل واحد طبعا له طريقه، بس انا طريقتي طريقه بتعملها كده. فقلبتها مع البصل. تمام.
وبعد كده هبدا احط بقى ايه الصلصه بتاعتي بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عباره عن ايه؟ فلفل اسود، كم شويه يعني ايه، هقول لك نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه اسمها ايه الكزبره الناشفه، مع حبه الملح بيديها طبعا. واهم شيء الشوربه بتاعتك لما تكوني يعني مظبطه الشوربه بيطلع الاكل بتاعك طعمه حلو. كده يا حبايبي بقى خلصنا ايه، عملنا الرز وعملنا الكوسه والفرخه اتسلقت. هبدا بقى اجهز الفرخه بتاعتي. انا مش عايزه احمرها في زيت وحاجات كتيره كده عشان ما تبقاش بقى ايه دسامه بالنسبه لنا كده، احنا عايزين نخس. فقلت بقى ايه، جهزت لها طماطم او معلقه صلصه وحبه زيت، وطبعا رشه ملح ورشه فلفل عليها. وهبدا بقى اخد فرختي ونحطها بقى ندعكها بالحاجات دي كلها زي ما انا قلت لكم، ملح وزيت وفلفل اسود ومعلقتين صلصه او كاتشب بيديها طعم حلو قوي، او معلقتين صلصه، ما عندكيش كاتشب حطي صلصه، وشويه ايه وطماطميتين بس. ادعكي بقى جسمها بالخلطه الجميله دي كلها. وايه هي نقطه زيت او معلقه زيت بتحطيها، هي بتحمرها لك بدل ما تحطي زيت كتير. طبعا انتوا عارفين بقى الحاجه غاليه اليومين دول. فحطيناها بقى في الفرن كده تحت الشوايه كمان، مش ولعت الفرن ولا حاجه، بس حطها تحت بقى شويه عشان ما تحرقش منك. وبدات كده اجهز بقى ايه الملوخيه بتاعتي. الشوربه جهزتها وغليتها، حطيت فيها فصين توم مدقوقين. هسيبها بس بقى اقلبها كده وتشوفها طبعا حسب الشوربه بتاعتك تحطيها يعني ايه، اللي عايز بيحب الملوخيه تقيله، اللي بيحبها خفيفه، حسب طبعا ايه رغبتك انت. وبعد كده هبدا بقى اجهز الايه فصين الثوم بتاعي مع حبه الكزبره والطشه بقى بتاعت الملوخيه الجميله وعلى ريحتها وطعمها. هركنها على جنب وابدا اجيب بقى الطاسه احط فيها ايه فصين الثوم مع حبه سمنه او زيت، واحط عليهم ايه معلقه كزبره كبيره عشان هي اللي بتطعم الملوخيه. تمام يا حبايبي كده، وهبدا بقى اطشها الطشه الجميله بتاعتنا. وخلاص كده يبقى اكلنا جاهز. والفرخه خلاص هتطلع من الفرن. هوريكم بقى غدانا، وده كان غدانا النهارده حبايبي، يا رب يعجبكم طريقه تيتا روكا. طبعا واللي وصل معانا لحد هنا بالنسبه للفيديو، ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه وانكم تدعمونا. وبالنسبه للناس الجديده ما تنسوناش من الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم من ايه كل جديد. ودي الفرخه بتاعتنا الجميله كده الاموره دي طلعت من الفرن. وخلاص جاهزه كده على الغرف. هبدا بقى اغرف الاكل بتاعي واوريه لكم. وتفضلوا معانا طبعا من هنا والشفاء عليكم وقلوبنا. كده خلاص كنت خلصت الملوخيه. تمام كده حبايبي، وحطيت عليهم بقى الايه طشه الثوم وخلصناها كده. اصبح الاكل بتاعنا بفضل الله جاهز خلاص. هنصب بقى الاكل ونوريكم الاكله بتاعتنا النهارده. وده كان غدانا النهارده حبايبي. ان شاء الله اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تتاروكا انكم تدعمونا وتعملنا لايكات، وجزاكم الله خير. وبالنسبه للناس الجداد اللي داخلين عندنا على الصفحه، ما تنسوناش من الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. وجزاكم الله خير على دعمكم لنا، وربنا يكرمكم يا رب. واهم شيء حبايبي اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. و... وطبعا يا رب يكون طريقتنا في الاكل عجبتكم او تستفادوا مننا اي معلومه حتى لو صغيره. وجزاكم الله خير بقى. في ناس كانت بتغرف في الاكل اهيت وعماله تدوق طعم الاكل. ان شاء الله يا رب الاكل بطريقتنا تعجبكم. بحبكم في الله واشوفكم على خير. هوريكم بقى الاكل بعد كده شكله ايه. عملنا كمان شويه بتنجان يا حبايبي كده بدقه تيتا روكا كده جميل قوي بطماطمتين ومع التتبيله بتاعتنا مع الثوم مع الخل الليمون. طبق بتنجان روعه. وبعد كده ايه كانت وجبه حلوه قوي مع الكوسه ومع الملوخيه. بحب البتنجان او مع الملوخيه الخضراء. ودي حبايبي كانت وجبتنا النهارده. الفراخ ومع طبق البتنجان الرز الابيض، ودي الكوسه والملوخيه بقى طبعا بطشه تيتا روكا. ان شاء الله يا رب يعجبكم الاكل بتاعنا وطريقتنا في